السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بصوا بقى يا حبايب قلبي، النار ولعتها عالي كده، واحط الحلة دي. فيها ايه الحلة دي يا ملك؟ فيها حتتين زبدة بقري. كان عندي زبدة بقري وحطها في الفريزر. بقري مش جاموسي زي ما انتم شايفين كده، لونها مصفر. بقري مش جاموسي، ما علينا. هي زبدة بلدي وخلاص. بنفس الطريقة بتتعمل، سواء انت عندك زبدة بلدي او بقري او جاموسي، بنفس الطريقة. بتحطي بقى الكميه اللي انت عايزاها في حله كده، بس طبعا الحله تكون اكبر من الكميه زي ما انتم شايفين كده، عشان هو بيغلي وبيفور، فانت لازم يبقى الايه الحله اكبر من الكميه. انا لو كل ما بجيب بركن حته على جنب كده، ساعات بحب اكلها كده في طبق كده، ساعات بعمل بيها حاجات معينه. فالمره دي قلت ايه اسيحهم معاكم، واوريكم ازاي بيسيح حبايب قلبي. حله على النار، حطينا فيهم الزبده وعلى النار زي ما انتم شايفين كده لغايه ما تسيح خالص. بنفس الطريقة حبايب قلبي، سواء جاموسي او بقري، بنفس الطريقة. عشان لو عندك كمية زبدة وحابة تسيحيها اليومين دول، لان انتوا عارفين احنا في طوبة، وسمن الطوبة الله اكبر لا يعلى عليها. ده اللي يقدر يجيبها يعني في اللي احنا في الوقت العصيب اللي احنا فيه ده. يعني رزقكم ورزقنا كده يا رب، ربنا يرزقنا كده وإياكم كده من فضله. زي ما انتم شايفين كده، طبعا كلها ساحل، بس طبعا فيها ده طبعا الابيض ده والكلام ده كله بيبقى فيها لبن. فطول ما انت حطاها على النار، شايفين بتفور ازاي؟ لو الحله صغيره كان كل دوت ايه، كنت مثلا استقلتيها وقلتي ده صغيره، احطها في حله صغيره، كانت فرط بهدله الدنيا. دلوقتي بقى انا هوطي شويه واخلي النار هاديه بقى كده. بصوا بيفوروا بيعلى ازاي. هخلي النار كده هاديه، واخلي بالي واقف جنبها عشان تستوي على راحتها. بصوا خليه، شايفين زي اللبن ازاي ولسه بيضه. هسيبها على النار هاديه كده حبايب قلبي لغايه ما تستوي، وهقول لكم ازاي نعرف استوت. ايوه، اول ما تلاقوها بقى بتنغمش كده كده، خلاص يا حبايب قلبي كده هي استوت. شايفين؟ خلاص يا حبايب قلبي كده هي اول ما الابيض ده بقى بيروح، وهي بتفضل بقى فقاقيع بالمنظر دوت، بتعرف ان هي استوت الكلام ده كله. شايفين؟ كل ما الشكل ده يختفي وتعمل فقاقيع دي، تعرف ان هي حبايب قلبي استوت ولونها جميل ومستويه. وكل شويه بقلبها كده عشان خاطر ايه؟ المرطه من تحت ما تتحرقش، وتبقى مرره والكلام ده كله. بصوا، بنوطي عليها ونخلينا جنبها، ما تسيبهاش يا حبيب قلبي. زي اللبن كده هوت، يعني ايه، اللبن خاين كده وبيفور. فانت تقفي جنب اللبن زي ما بتقفي جنب الزبده وانت بتسيحيها، وكل شويه كده بتقلبي فيها على نار هاديه كده او وسط يبقى احسن، عشان زي ما قلت لكم ايه، المرطه من تحت ما تتحرقش. هي كده استوت حبايب قلبي. بعد ما بردت صفيتها وحطيتها اهو في البرطمان الصغير ده. بسم الله ما شاء الله. المرطه بقى تاكليها او تحطيها في المش براحتك. بصوا لما جمدت شويه، بسم الله ما شاء الله، لونها ذهبي وجميل واحلى زبده. والف هنا وشفا على كل اللي هيعمل. وانا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.